أجمل شيء في الحياة أن يرزقك الله بصديق صالح وفي ينصحك ويقف بجانبك. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. وأصدق من ذلك قول الله جل في علاه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في ذلك اليوم العظيم الجليل يوم القيامة الكل يتخلى عن الآخر إلا الصديق المتقي الصالح يقف بجانب صاحبه ويسلون بعضهم. أهم صفات الصديق الصادق الوفي أنه يقف معك في الشدائد، يتفقد حاجتك، يقبل نصحك وينصحك. هذا الصديق إذا رأيته وجلست معه أنساك الهموم وهون عليك الصعاب وأعانك على مشقة الحياة وثبتك على الطريق. لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب. ولا يمكن أبدا أن تجتمع هذه الصفات، صفات الصديق الصدوق الصالح الوفي، إلا بالصاحب صاحب الدين. وإن تصنع بعضهم الأخلاق وحسن المعشر إلا أن الأيام تبدي الحقائق. وكل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول. وأنا أسنب هذول أولاد المخيمات قاعدين يلعبون كورة وصيحاتهم تدوي في المقطع. أسأل الله أن يعينهم، هذه خيمهم، أعانهم الله ويسر الله أمرهم ودربهم في هذا البرد يسلون أنفسهم بلعب